يا صباح الفل، صباح الياسمين، صباح السعادة والتفاؤل على أحلى أخوات في الدنيا، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، والنهارده هيكون أحلى يوم أو أحلى فيديو على قناتي كلها، إن أنا هاشارك فرحة حبيبة قلبي، ما كانش ينفع إن يعدي اليوم ده من غير ما أحضر فرحتها وأشاركها فرحتها، لأنها قلبي من جوه، وعايزة أقول لكم أنا باقول لهبة يا رب عقبال ال10.000.000 مشترك، ونشوف قناتك من أعلى القنوات اللي في الدنيا كلها، لإن الفيديو ده النهارده هيجمعني في وسط حبايب قلبي اللي طلعت بيهم من الدنيا كلها. أهلي وناسي وحبايبي اللي بجد بصراحة اللي باحبهم وبيحبوني، عايزة أقول لكم اليوم فعلًا بجد كان جميل جدًا، وزي ما أنتم عارفين إن كان في مع اليوم ده كان في مناسبة رحلة، فطبعًا غصب عني جات لخبطة الأيام، فجات الرحلة مع المناسبة، فزي ما أنتم شايفين كده تعالوا نشارك الفرحة وأقول لكم. بُصّي يا بنات، أنا سبحان الله طلع عيني حرفيًا قسمًا بالله. يعني أنا بُصّوا جنى أنا باموت. بس أنا بقى لي 4 ساعات قاعدة أدوّر على مواصلة لأبو يوسف عشان أروح لحبيبة قلبي هبة، بس أنا متأكدة إن كل ده كل تعبي يهون إن أنا أشوفها بصراحة. وبصراحة يا بنات على قد ما أنا سِبت الفلوج بتاع الرحلة وسِبتهم عشان أوصل للمكان اللي هبة ساكنة فيه، طلع عيني حرفيًا بس قسمًا بالله شوفتها وشوفت موني روحي وقلبي وعمري بالدنيا كلّها، قسمًا بالله نسوني التعب. طبعًا هبة كانت قالت لي تعالي البسي عندي يعني وكده، بس أنا طبعًا جيت بعد الحفلة بدأت تبدأ وأنا طبعًا يا دوبك لسه واصلة على باب القاعة، فدخلت الtoilet بتاع القاعة لبست لإن ما كانش ينفع ألبس اللبس ده وأنا رايحة الرحلة، فكنت جايبة لبس معايا وعايزة أقول لكم جانا بقى خذلتني، قالت لي: "ماما أنا هاعمل لِك المكياج." قُلت لها: "يا جنا أنا ما باعرفش أعمل مكياج." قالت لي: "لأ أنا هاعمل لِك مكياج." طبعًا هي انشغلت في نفسها يا عيني ولبست وعملت، وأنا بقى الحفلة كانت بدأت، وعايزة أقول لكم حطيت لنفسي أي حاجة في أي حاجة، فما كنتش عارفة نفسي أقول مين دي بابُص في المراية مش عارفة نفسي مين دي، فللأسف ما كنتش اتدربت على الmakeup قبل ما أروح الحفلة. أنا باحب هبة أوي، أوي من الشخصيات المحترمة اللي بدأنا سوا. أي نعم أنا كان عندي قناة قبل ديًا بس كانت اتقفلت، كنت بادئة مع هبة، وهي تستاهل مش 10.000.000 تستاهل تريليون والله العظيم. وعايزة أقول لكم بجد الحفلة كانت جميلة، جميلة، ربنا يا رب يدوم عليها لمّة حبايبها حواليها ويسعد قلبها ويرضيها، وحبيبة قلب منى وسمر أحمد وكوني ملكة مع جنى و يا دكتور شوف لي تصريف ابوس ايدك تكتب له شيت انا جوايا حته نضيفه خدها ارميها في اي حته نفسي اقطعها نسالها زي ما بقلع الشك كده بالحب محدش نفعني قفلت الدكان. عايزة أقول لكم بصراحة على قد ما أنا فرحت أوي، أوي، أوي بشوفة هبة وشوفة موني، كنت نفسي أشبع منهم ونفسي أحضنهم من زمان أوي. لو أنتم فاكرين كنت رُحت رحلة قريب كده لإسكندرية، وكان نفسي أقابلهم أوي بس ما كانش في الوقت إن أنا أقابلهم، فسبحان الله تخطيط ربنا أحسن بكتير، يعني ربنا ما حرمنيش من أي حاجة. كان نفسي من زمان إن إحنا نتجمّع سوا بس ما كانش بيحصل نصيب، لإني أنا بيني وبين إسكندرية ييجي 3 ساعات ونُص على ما وصلت بلدي أصلًا. فالحمد لله والشكر ليك يا رب إن ربنا كاتب لي اليوم ده. والله العظيم فرحت لهبة كأنها بُصّي لو يعني بُصّوا لو أنا اللي كنت كمّلت ال1.000.000 مش كنتش هافرح الفرح ده، قسمًا بالله باحبها حُب يعني اللي هو هي عارفة طبعًا من غير ما أقول في الفيديوهات، بس بصراحة يا بنات والله العظيم الفرح بقى غالي والحب بقى غالي وإنِّك تحبّي حد من جواكِ كده بقى مستحيل وجوده في الزمن ده. بس أنا صراحة باحس إن أنا شبهي حياتي وأسلوبي وطريقتي أنا ومنى وهبة شبه بعض، اللي هم إحنا حتى المتابعين دايمًا يقولوا لنا أنتم ال3 حياتكم شبه بعض وطيبين وحلوين زي بعض. فأنا بجد واتشرّفت بمعرفة سمر حبيبة قلبي، سمر أحمد من الشخصيات الجميلة اللي حببتني في تنضيف والابتكارات والحاجات الجميلة. بصراحة سمر أحمد من الشخصيات المحترمة، وأنا كان أول مرّة أشوفها على الطبيعة، وأمها ست محترمة ربنا يديها الصحة والعافية، وأنا مبسوطة إن أنا شُفتهم. والله يصلح حالها فريدة برضه، وكمان شُفت شيري وكوني مَلِكة مع جنى. عايزة أقول لكم حبايبي كلّهم ربنا ما حارمني منهم أبدًا، إن أنا شُفتهم بجد. ربنا يجمّعنا دايمًا يا رب في الخير وفي الحب دايمًا. ياكلوا من غيري، عايزين ياكلوا من غيري. بصوا انا تاكل من غيري. يا سلام بوظت الرجيم بعد اهو. بالهنا والشفا حبيبتي يا سمر.
نورتوني والله، شرفتوني. الله يكرمك يا رب. نورتوني والله. وتعالى اضحككم بقى كل اللي يقف جنبي او كل اللي يشوفني، ايه ده منى، ده انت طلعتي قصيره خالص. الصوره دي انا سرقاها من عند منى. عايزه اقول لكم منى دي إنسانة ب100,000 راجل، الله يديها الصحة ويشفي لها ابنها يا رب وتفرح بالملك يا رب، اللهم آمين. ويكتر مناسباتنا لبعض، لأن منى دي يا بنات والله العظيم مهما أتكلم عليها أقسم بالله الكلام ما يخلص أبدا أبدا. منى بصراحة من الشخصيات المحترمة الجميلة الحبوبة اللي كل الناس بتحبها. ربنا يا بنتي يحبب فيكم طوب الأرض ويصلح حالك ويرزقك يا رب بر ولادك ويرجعلك زوجك سالم غانم، لأنك بجد يا منى من الشخصيات الجميلة اللي بموت فيها بموت فيها. بصراحة يا بنات أنا والله العظيم دي سمر أحمد بجد ومامتها الله يصلح حالهم يا رب، ويفرح قلبك يا رب يا سمر، ونفرح بيكي بإذن الله. عايزة أقول لكم بجد كان يوم جميل بجد، وبجد أنا ما كنتش حاسة إن أنا غريبة في وسطهم خالص. منى بجد ما سابتنيش، وصلتني، كانت تطمن عليا طول الطريق. بجد صاحبتها بجد وإنسانة جميلة صافية من جوه تحب الخير لغيرها. وهبة برضك شرحها يعني كتير كتير بصراحة. وطبعا أنا أول مرة كنت أشوف سمر أحمد على الطبيعة، لأن بصراحة أنا بحبها من كل قلبي وبتابعها بصراحة دايما. وزي ما انتم شايفين كده احلى حضن في الدنيا. كنت بقول لهبه لما اشوفك انا هحضنك. بصي كان يعني هموت كده بحضنها بجد، هي وسوبر موني بجد يا بنات والله العظيم قنواتهم بجد تستاهل انها تطلع لفوق لفوق بجد بجد بجد. فربنا يا رب يجمعنا دايما في الحب والخير وان شاء الله بجد ان شاء الله ما تكونش اخر مره نتجمع فيها مع بعض. وربنا يصلح حالك يا هبه ونشوفك في اعلى مقام يا رب، اللهم امين انت وولادك. وعايزه اقول لكم مش كل اللي يتقال عليهم صحابي يبقوا صحاب بصراحه بجد. حتى هبه بجد لاحظت ان انا تليفوني كان فاصل شحن وما عرفتش اصور كويس، راحت قالت لي انا عارفه يا منى ان انت ما صورتيش، راحت بعتت لي مقاطع من عندها عشان اكمل الفيديو بتاعي ومبقاش ناقصني اي حاجه. الله يصلح حالك يا رب يا هبه، ويجعل دايما حبه الناس حواليك، ويبعد عنك اي حد وحش يا رب في حياتك، ويكتب لك حياه حلوه انت وزوجك وولادك واهلك كلهم حواليك سند وظهر وعزه وبركه لكم. فبجد عشت يوم من اجمل ايام حياتي. مشينا صح نتحقق والغلط متكتنا عليك بترفع العاقب ابعد قلبي بتحرم عليه، قلبي في كفايه، قلبي مش مسامح، قلبي ما تمام شاركه بالشغلات العادي مش لحالك بس تدخل الثاني الناس عالية قوي قوي قوي. عايز بقى كل الشباب كل البنات مع بعضنا هنا، عايزة الناس اللي قاعدة على الترابيزات كل الشباب كل الحبايب يلا بينا مع بعضنا مع آخر تراك معانا النهارده. لك نوصل في ثانية اسبق بخطوة ما سابكش يا ريتك فعلا كنت زي ما بتمنى.